السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيش اللي كيجي اكثر من رائع بواحد الطريقه اللي بسيطه وسهله جدا في التحضير. هنا عندي المكونات كيف ما كتشوفوا، ونبداو على بركه الله. عندي هنايا واحد نصف كيلو ديال الفرص، ما يعادل زلافه كبيره. كنغربلوه مزيان. وعندي هنايا واحد 100 غرام ديال الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ، يعني واخا تكون عندنا في الثلاجه نجبدوها قبل باش ما تبقاش قاصحه وجامده وما تبغيش تنسجم لينا مع الفرص. وعندي هنايا واحد المعلقه تقريبا ديال الملح، وعندي شويه ديال السكر سنيده. غنبدا كندمج هكايا في الطحين ديالي مع الزبده حتى كينسجم هكا مع بعضياته بحال الا كيترمل. وكنضيفوا للدقيق ديالنا بيضه واحده وشويه ديال الزعتر، وكنبداو هكا كندمجوا البيضه في الدقيق غير برؤوس الاصابع. وكنضيفوا واحد الكميه قليله ديال الماء، وكذلك نصف ساشي ديال الخميره ديال الحلويات. وكنبداو هكا كندمجوا العناصر حتى كنحصلوا على عجين هكا متماسك. وكناخذوا واحد لوبول بحال هكذا، وكنغطيو العجين ديالنا بالسلوفان، وكنخليوه يرتاح نصف ساعه كاقل مده. هانتوما البنات، بالنسبه للحشوه ديال الكيش فانايا خديت هنايا واحد المقيله، ضفت عليها واحد شويه الزيت، وضفت عليها واحد الحبه ديال البصل هكايا اللي مشلضه طريفه رقاقين، وكنبدا كنشحر فيها بيد ما كتشحر ليا وكتنزل. وكنضيف عليها هاد الصدر ديال الدجاج اللي انايا ديجا غاسلاه بالحامض ومليحه ومقطعاه هكا طريفات صغار. وعندي هنا واحد شويه ديال الزعتر اللي غادي نسم به، وعندي هنا مليحه، وعندنا هنا شويه ديال غناخذوا من هنا شويه ديال الابزار. فهادو هما التوابل اللي غادي نضيف للحشوه ديال الكيش. وعندي هنا واحد العلبه ديال الشامبينيون. هانتوما البنات، ها هي البصيله بدا اللون ديالها كيتغير، يعني بدات كتنزل. وغنبدا كنضيف هكا الدجاج باش يتشحر مع البصيله، ياخذ حقه هكا في الطياب. وكنضيف هنايا واحد تقريبا معلقه صغيره ديال الملح، نصف معلقه صغيره ديال الابزار، وكنضيف شي شويه ديال الزعتر تقريبا معلقه صغيره حتى هو. وكنبدا كندمج هكايا الكل في المقله اللي عندنا بيد ما يتشحروا هاد العناصر كاملين. بالنسبه للتوابل يمكن لكم ايضا تضيفوا كنجبيري الا بغيتو، حتى هو كيبنن الدجاج بهاد الطريقه هكايا في المقله بحال الا كنسطيوه راه دغيا كيطيب هكا من الجنيبات ديالو، من الداخل من الوسط. زعما ما تخافوش انه تبقى لكم زعما شي حاجه بلا طياب. ها هو الدجاج البنات قرب هنا ينزل، قرب يطيب. غادي نزيد ليه الشامبينيون، داك العلبه ديال الشامبينيون، وغنشحرها حتى هي هكذا معاه بواحد الطريقه
طريقه الصراحه بسيطه وسهله جدا، وكله سريعه وكتجي بنينه وكتعجب الكبار والصغار. هانتوما البنات الخلطه دابا ديالنا ديال الكيش راها تقريبا صافي واجده. وبسم الله البنات، هنا العجين ديالنا ديال الكيش من بعد ما ارتاح عندي نصف ساعه، هي اقل ما يمكن. نتوما الا قدرتوا تبيتوه كاع تعجنوه وتخليوه يبات كاع غيكون احسن، اولا تخليوه اكثر من نصف ساعه. انا هنا كنت زعما مزروبه به باش نصور لكم من هذا، يعني ما خليتوش ارتاح بزاف. درتو هكا، فرشت واحد الورق ديال الفرن وغنبدا كنطلق عليه العجين ديالنا باش كيساعدني. وكناخذوا الفورمه ديال المول اللي عندنا حنايا. انا عندي واحد الفورمه هكايا اللي هي طويله، فانا غادي نطلق العجينه على القياس ديال المول اللي عندي. كنحاول انني نرققها، ولكني ماشي حتى تولي شفافه، واحد شويه. وانتم البنات هذا هو الشكل ديال العجين ديال الكيش، جا بهذه الطريقه هذه. وكنبدا كنلبس هكايا في الجوانب، وما كنخليش الفراغات لتحت، كنحاول نضغط باش ما يبقاليش الفراغ لتحت. هنا خديت هاد الطريف وكنزيدو هنايا في هاد الجنيب هذا. المهم حاولوا غير ما تخليوش الفراغ لداخل. وصافي هنا خديت واحد الموس وكنبدا نقص هكا في الزوائد ديال العجين اللي بقى شايط لينا بحال هذا الشكل، بهذه الطريقه. وكناخذ واحد الفرشات وكنبقى نتقب هكا، نتك العجين ديالنا باش ما كيتنفخش. انا في هذا الاثناء شعلت الفران على درجه حراره 150 من الفوق والتحت، وغندخل هاد العجينه هكا ديال الكيش طيب لي نص طياب كما كنديروا الطياب ديال العجينه ديال البيتزا. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتقلوا على العجينه باش ما كتنفخش ليهم وكتبقى هكا بالشكل ديالها، بالشكل اللي واخده هي، كيمكن لهم يعمروا هكايا باللوبيا الا عندهم. انا هنا ما عنديش اللوبيا، غادي نتقل عليها بالمعلقات. غناخذ واحد الورق هكايا ديال الفرن هكا عليه، غنستف عليه هكا معلقات باش غادي يتقل لي هاد العجين. هذه كطريقه بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم شي حاجه باش يتقلوا، يديروا المعلقات راه ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. ونخليكم ان شاء الله من بعد ما نخرج العجينه ديالي من الفران وندوزو باش نكملوا الخليط ديال الكيش. هانتوما البنات بالنسبه للخليط اللي غادي نكملوا به هاد الدجاج هذا اللي درنا ديال الكيش، غادي نحتاجو هنا واحد 4 ديال البيضات، 4 الحبات البيض. بسم الله. كنضيفوا لهم واحد رشه ملح، وكنضيفوا لهم داك نص كيس ديال الخميره اللي بقى لينا من العجين، كنضيفوا لهاد 4 الحبات البيض وكنبداو كنخلطوا فيهم.
وعندي هنايا جوج ديال ياغورت اللي كنعوض به الكريمه ديال الطبخ. نتوما الا عندكم كريمه ديال الطبخ الصراحه احسن. عندي ياغورت طبيعي، كنزيدو على هاد الحبات البيض وكنزيد واحد شويه د الابزار باش كنسم. كنبدا كنخلط حتى كينسجموا لي العناصر هكا مع بعضياتهم. وواحد الحاجه اللي هي مهمه، غادي نضيف معلقه ديال المايزينا. مايزينا البنات الدور ديالها هي انها كتعقد هاد الخليط هذا. انا ضفت هنايا تقريبا معلقه ونص. الدور ديالها انها كتقل لنا هاد الخليط، ما كيجيناش جاري، كيجي هكا فوق من العجينه ديال الكيش جامع راسو، وكتجي كريمه اللي هي ثقيله وقاصحه، ما كتجيش مرخيه. وهنايا كنضيفوا هاد الدجاج اللي خدمناه مع البصيله ومع الشامبينيون، كنضيفوا لهذا الخليط ديال البيض. وكنضيفوا عليه كذلك واحد تقريبا الحفينه ديال الزيتون مقطع. وكنبداو هكا كنخلطوا. وبهذا كنكونوا سالينا انهينا زعما العماره ديال الكيش. بقى لينا غير الفرماج اللي كنضيفوه ان شاء الله من الفوق. ودابا غادي نتسناو العجينه ديالنا اللي دخلناها للفران، نتسناوها على ما تشد راسها ونكملوا معكم الفيديو. هانتوما البنات العجينه ديال الكيش من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا. ها هي كتاخذ داك اللون الذهبي. انا خدات لي تقريبا 15 دقيقه في الفران، ماشي 10 دقائق. ودابا غادي نبدا كنضيف لها في هذه الحشوه. كنبدا كنوزع هكايا في الوسط وفي الجوانب. هانتوما على هذا الشكل هذا. وغنولي نردها عاوتاني للفران تقريبا عاود نفس القياس اللي خدات، زعما نفس المده اللي خدات في الطياب ديالها. هي غتاخد عاوتاني 15 دقيقه في الطياب ديال الحشوه. ومن بعد ما تشد راسها مزيان وعاد غادي نضيفوا عليها الفرماج، لان الا ضفتوا عليها دابا غادي يتلف هاد الحشوه لداخل، لحقاش باقا ما شداش راسها. وغنضيف له هكايا الفرماج من الفوق. هانتوما البنات ها هو الكيش ديالي من بعد ما طاب تبارك الله. شوفوا كي كيجي، شوفوا الشكل ديالو. هانتوما كيجي تبارك الله محمر ومذهب. ودابا غادي نقسموه قدامكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. تبارك الله عطاني واحد الكميه اللي هي كبيره. هانتوما شوفوا كي كيجي تبارك الله. كيجي رائع البنات. شوف ما شهيتكم. وإلا عجبكم الفيديو ديالنا ديال اليوم البنات ما تنساونيش من الضغط على زر الاشتراك، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم. واللي عجبو الفيديو يخلي لي كومونتير، واللي بغى يخلي زعما شي ملاحظه حتى هي يكتبها لي في كومونتير. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.